ورقة من التاريخ. ورقة من التاريخ للصف الثالث الابتدائي، صفحة 200 في كتاب سلاح التلميذ. ده الدرس يا أولاد. النهاردة بيتكلم بيقول ورقة من التاريخ، ده العنوان. الدرس بيبتدي معانا بأن آدم بيرحب بنفسه، بيقول إن عمره 9 سنوات. في أحد الأيام جلست أفكر كيف كان الناس يكتبون قبل اختراع الورق. الناس كانت بتكتب ازاي قبل اختراع الورق؟ وهل كان لديهم أقلام؟ كان عندهم أقلام؟ ولأني أحب القراءة قررت إن أنا أقرأ كتابا عن تاريخ الكتابة والورق. يبقى آدم قرر إنه يقرأ عن تاريخ الكتابة وعن تاريخ الورق عشان يعرف الناس زمان كانت بتكتب ازاي. بيقول عرفت أن الناس كانوا يكتبون عن طريق النقش، يعني كانوا أول ما بيكتبوا بالنقش، يعني كانوا بينقشوا كتابتهم على الأحجار زي المصريين القدماء كده. وكان هذا يأخذ وقتا طويلا ولا يسمح بكتابة كل شيء. طبعا كان بيحتاج وقت طويل ومجهود، وما كانش يعني يكتبوا كل شيء. كما عرفت أن أجدادنا المصريين القدماء اخترعوا ورق. اخترعوا ايه؟ ورق اسمه ورق البردي. اسمه ورق البرد. وصنعوا من نبات البرد اللي كان بينمو على ضفاف نهر النيل الذي كان ينمو بجانب نهر النيل. انا اتحمست قوي. ادم بيقول انا اتحمست بعد ذلك ان انا اقرا عن تاريخ وطني، وعرفت الكثير كمان عن ايه يا رضا؟ عن تاريخنا القديم. ولم اتعجب، انا ما تعجبتش لما عرفت ان الالاف السائحين يأتون لمشاهدة آثارنا، جايين عشان يشوفوا ايه آثارنا. ومنها بقى الأهرام وبالهول، ولزيارة المتاحف اللي تمتلئ يعني بالآثار القديمة. لم أتعجب أيضا، ما تعجبتش لما عرفت ان كثير من الطلاب في العالم بيدرسون عن مصر وتاريخ مصر وتاريخها العظيم. يعني الجامعات اللي بره بتدرس عن تاريخ ايه؟ مصر. كمان انا فخور جدا بوطن مصر. يعني ادم اللي هو قدكم كده بالظبط عنده 9 سنين فخور جدا بوطنه مين؟ مصر. واستطيع ان اعبر عن حبي له. ازاي بقى يعبر عن حبه لمصر يا محمد؟ ليس بالكلام يا احمد، ليس بالكلام فقط، ولكن بالفعل. هيعمل ايه؟ بيقول ان انا هحافظ على نظافة الشارع. يعني انت لما تحافظ على نظافة الشارع يبقى انت كده بتحب مصر. لما تحافظ على نظافة المدرسة بتاعتك يبقى انت كده بتحب ايه؟ مصر.